كشفت القيادة العامة لقوات الأسايش العام بالتعاون مع هيئة الداخلية والشباب والصحة والنيابة العامة وشعبة مكافحة الجريمة المنظمة حصيلة ملفات الحشيش والمخدرات والحبوب المخدرة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء أمس الأحد في مركز سواقة والمركبات في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا. وحول آفة المخدرات تحدثت القيادية العامة لقوات الأسايش أيتام فرهاد عن أنها أخطر الآفات التي انتشرت في هذا الوقت انتشارا واسعا وخاصة في أوساط الشباب، ويستلزم علاجها والقضاء عليها تعاون وتكاتف جميع فئات المجتمع ومؤسساته وأفراده حتى يسلم الوطن والمواطن من أضرارها وأخطارها لما لها من آثار مدمرة على العائلة والمجتمع عامة. ووضحت أن المشكلة تجتاح مختلف الطبقات الاجتماعية والأعمار، وإن كان أكثرها في مرحلة المراهقة والشباب، وهي المرحلة التي تعتمدها الدولة في إنتاج أبنائها. وكشفت القيادية عن شعبة الجريمة المنظمة خلال مداهمتها لأوكار تجار المخدرات بعد إلقائهم القبض عليهم عثورهم على كمية 235 كيلوغراما خلال فترة قصيرة، مشيرة إلى أنه سيتم إحراق الكمية المضبوطة بعد انتهاء المؤتمر. كما توعدت باستمرار الأسايش بحملته ضد المخدرات لما لها من آثار سلبية في دمار المجتمع بأسره. مخدر سر أعصاب إنسان، سر مجي إنسان أو ناكي أو تشتكي تحمو دراسات علمية مثبتة جفيك جي. وتطرق سليمان أحمد نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الصحة في مقاطعة الجزيرة إلى الأضرار الجسيمة للمخدرات وتسببها في ضمور خلايا المخ وضعف الذاكرة والإرادة وارتفاع ضغط الدم ونبضات القلب والإصابة بالأمراض الخطيرة كالإيدز. ودعت همرين علي الرئيسة المشتركة لهيئة الرياضة والشباب إلى توعية الجماهير بالأضرار الجسيمة والنفسية الناتجة عن الإدمان، والتركيز على حملات التوعية وإلقاء المحاضرات لزيادة الوعي بحجم الكارثة التي تسببها المواد المخدرة من تفكك العائلة وانهيار المجتمع. يذكر أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن نحو 15.9 مليون شخص يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن، وتحتل الصين وروسيا الصدارة في هذا الصدد، كما أن نحو 1 من كل 5 متعاطي للمخدرات عن طريق الحقن مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية المسبب للإيدز. لامار أركندي، خاص بريس 23.